بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وعيد سعيد علينا وعليكم. طبعا انا كنت عند امي وجيت، يعني كنت عايزة اعمل شوية عيش كده، فما كنتش هلحق اعمل عيش في الفرن. فيلا بينا اوريكم انا بعمل عيش ازاي لما بكون مستعجلة او ما بكونش هطلع اولع الفرن او كمية صغيرة. وطبعا الطريقة دي سهلة للي ما عندهمش فرن أصلا يعملوها، يخبزوا عيش طازة ويملوا البيت يعني عيش وريحة خير. طبعا عندي هنا حوالي 2 كيلو دقيق، ومعايا رشيت عليهم رشة بيكنج باودر. اللي مش حابب يحط البيكنج باودر ما يحطهوش، ورشة ملح، وطبعا معلقة خل بتخلي يعني بتحمر العيش وبتخلي العيش خفيف وحلو. وطبعا عندي برضو شوية سمسم كده برضو للي حابب، واللي مش حابب بلاش. عندي حتى خميرة هنا في مية دافية وشوية سكر علشان تخمر لي على طول. ولو يعني عايزة تخمري بسرعة، خميرة فورية. طبعا عندي مية دافية كمان، لان طبعا الجو ساقع، فلازم المية تكون دافية عشان العجينة تكون دافية وتكون حلوة وتخمر معايا بسرعة. انا بالنسبة لي هنا حاطة خميرة بيرة، برضه هتخمر بسرعة معايا ومش هتاخد وقت. هبتدي الف ايدي في العجينة كده واعجنها، يعني شوية مكونات: رشة بيكنج باودر، شوية ملح، شوية خل، شوية سمسم لو حابين. طبعا هنا خلصت العجينة بتاعتي، لفتها وخلصتها. شوية زيت كده وهلم العجينة بيها. العجينة ما شاء الله حلوة، لا طرية ولا ناشفة، حلوة تشكليها براحتك. ولتتها حلو كده، يعني حتة عجينة صغيرة. طبعا احنا مش متعودين ان ام حبيبة تعمل العجينة دي، بس عادي لما بكون عايزة مثلا عندي حاجة وعايزة اعمل لها عيش ومش هولع بره، بروح عاملاها كده بالطريقة دي، وبيطلع عيش جميل وبيقب وبيبقى جميل. بس اهم حاجة التكنيك والطريقة تكون صح علشان يطلع منك شوية العيش مظبوطين. طبعا هنا غطيت العيش وسبته خمر معايا، ما خدش يعني ربع ساعة، لان انا حاطة مية دافية. حاطة مية دافية على الخميرة، مية دافية مش سخنة عشان ما تبوظليش الخميرة. السخنة جامد هتبوظ لي الخميرة. والسقعة في المية الساقعة في السقعة اللي احنا فيها دي هتخلي العجينة تاخد وقت ومش هتبقى مظبوطة. طبعا مسكت العجين قطعته كده زي ما انتوا شايفين. احنا بنسميها قرصته تقريصة صغيرة كده. وطبعا بقى حطينا الطبلية بتاعتنا، جبنا النشابة بتاعتنا وقعدنا نفرد العيش بتاعنا. افرده كده واحطه على الصينية، على حتة قماشة، على حاجة، عشان هما اخبزهم مرة واحدة. سمك الرغيف مش عايزاه يبقى تخين جامد، دي براحتكم، بس انا بالنسبة لي مش عايزاه يبقى تخين جامد، هيبقى مظبوط وحلو عشان يقب ويبقى جميل معانا. زي ما قلت لكم، شويه بيكنج باودر، شويه ملح، شويه خل، وشويه دقيق. هنعمل شويه عيش حلوين للناس بقى اللي ما عندهاش فران، اللي نفسهم يعني ياكلوا عيش طازه كده سخن في البيت، ويدفوا البيت لما يولعوا الفرن او البوتاجاز. ويشموا ريحه العيش الطازه. طبعا يعني 2 كيلو دقيق هيصلك الدنيا. هفرده كده، هفرده كده واحده واحده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. خلص بقى الكمية بتاعتي كلها ونروح نشوف هنعمل ايه. شايفين الجمال؟ يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا خلصنا الكمية بتاعتنا. هغطيها شوية شوية صغيرين مش كتير، هو كده كده خمران، بس العجينة ترتاح معايا بس شوية. وهناخدها طبعا ونروح فين؟ احنا هنخبز العيش يا جماعة على عين البوتاجاز. على عين البوتاجاز ازاي يا ام حبيبة؟ هوريكوا هيقب وهيبقى جميل. اي نعم، في واحدة مش هتقب ولا حاجة، بس هتبقى جميلة برضه. عندي هنا انا بولع البوتاجاز، بجيب صينيه، مش شرط تيفال، يعني انا خابزالكم في الصينيه الالومنيا النهارده علشان اعرفكم ان هو مش شرط تيفال. يعني بابسط الامكانيات وباقل المكونات هتخبزي عيش وهتعملي احلى عيش. بصوا بقى، انا بحطه على يعني بسخن الصاج او الصينيه الومنيا، اي حاجه المتاح عندك تيفال ماشي، مش هيقول لا. بحطه كده، اول ما يبتدي ان هو اقدر اشيله بقلبه على طول. شرط واهم حاجة ان اول ما تحسي ان انت تقدري تقلبيه على طول. برضو نفس النظام، لما يشمع من الجنب التاني تفضلي تقلبيه وتخبطي عليه بالمعلقة زي ما انا بعمل كده. اول ما يبتدي يقب تخبطي عليه بالمعلقة، ده بيخلي الرغيف يقب كله وينفخ معاكي. شايفين الجمال؟ اظن مفيش اسهل من كده. هوريكم اكتر من واحدة عشان تشوفوا برضو الطريقة.
والتكنيك صح. اهم حاجة هنا في التسوية عشان يقب معاكي ويبقى حلو جميل. شايفين بقى احمر من كل ناحية اهو وبيلمع وجميل عشان شوية الزيت اللي احنا حاطينه. طبعا واحدة تانية اهي، شايفين الجمال اهو. اول ما بيبتدي ان هو يتشمع من تحت بروح رافعاه على طول اهو، وبيقب ويبقى جميل. عايزين تغطوه يعني، انا ساعات كنت بغطيه وساعات لا اهو. شايفين اهو بينفخ وحلو وجميل وكان طعمه جميل فعلا والله. كنا عاملين معاه يوميها يعني، كنا هنحبش تحابيش يوميها، فكان يعني عايزة اكل سخن، عايزة عيش سخن، وانا كنت عند امي وجيت متأخرة، فقلت بقى الجيش قالك اتصرف واحنا شاطرين ونقدر نعمل احلى الحاجات. اي نعم انا خلصته على الفطار على طول بس كان جاهز اهو. بنفس الطريقة كده، اول ما يبتدي ان هو يسيب من الصينية بروح قلباه، واول ما يبتدي ينفخ بخبط عليه كده بالمعلقة بتلاقيه يعني اتنفخ معاكي زي البالونة اهو. يعني بسم الله والله اهو. انا ما يعني مخليه الفيديو كامل علشان يعني ايه، اوريك الرغيف ان هو بينفخ ازاي معاكي. واحد تاني برضو اهو، وسهل وطريقة سهلة وطريقة جميلة اهو. وده برضو نفس النظام اهو. اظن هي الفكرة وصلت. اول ما بتعرفي ان انت ترفعيه بتروحي رافعاه وقلباه. عايزة تغطيه ممكن تغطيه سنة كده يعني ايه، بحيث ان انت تكمري الحرارة كلها جوه، يعني زي الفرن الصاجة كده. بس انا بالنسبة لي ما اهو صرفنا وعملنا. مش مقتنعة انا بالفرن الصاجة ده خالص والله، بخاف عليه بخاف منه. طبعا احنا كده خلصنا بقى ايه العيش بتاعنا، يا دوب على الفطار يعني. بصوا بقى، شايفين؟ بصوا العيش مستوي من جوه، لان انا برضو مش معليه النار. خدوا بالكم النار تكون متوسطه، لا عاليه تحرق ولا واطيه ان هو يبقى عجين. النار متوسطه. انا حبيت اوريكم العيش من جوه عامل ازاي، مستوي وطيب وقابب. حتى الرغيف اللي ما قبش هوريكم هو عامل ازاي. كان جميل وطعمه حلو وسهل ويقدر اي حد يعمله. يعني الناس اللي ما بتعرفش تخبز عيش او اللي ما عندهاش فرن تخبز عيش ممكن تعمله وتبقوا عملتوا عيش بيتكم الورد اهو. ده الرغيف اللي مش قابب، يعني انا كنت بدور لكم عليه اهو. بسم الله والله احنا فطرنا منه وسحرنا منه. كان جميل وطازه، حتى ما حطيتوش في التلاجة. بصوا طاري ازاي وجميل ازاي، لكن انت خبزاه في فرن والله. ويعني حلو وسهل وبسيط وعملناه ما خدش مننا مجهود. ممكن تقللي الكمية، ممكن يعني ما تعمليش الكمية اللي انا عاملاها كلها. يعني انا عملت الكمية، انا سويتها على مرتين، نصه قبل الفطار وطبعا الفطار بقى جه، فقمت بعد الفطار كملته وخليناه للسحور. يعني فطرنا واللي بقى عملته للسحور، فكان حلو وجميل يعني ده كملته بعد الفطار. الفيديو بقية الفيديو كملته بعد الفطار. كان حلو وجميل وسهل وبسيط ومش مش مكلف ومش متعب، تقدروا تعملوه في أي وقت. حابة أشكر كل الناس الجديدة اللي دخلت وكل الناس الجديدة اللي بتدعمني ولو بكلمة حلوة. وجودكم شرف ليا في قناتي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. آه يا رب دايما يجعل لنا القبول في أهل الأرض وأهل السماء يعني بشكركم فعلا على وجودكم في قناتي وعلى كلامكم الحلو اللي بتقولوه. وكل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم علينا وبحبكم في الله.